افريقيا تحت سيطرة العرب، خناقة في الدوري المصري، معلول هو مكمل ولا مات؟ تفاصيل أزمة محمد صلاح. نبدأ حلقتنا، بس قبل ما نبدأ طبعا زي ما اتعودنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش ندعي لإخواتنا في فلسطين، يا رب انصرهم، اللهم آمين. نبدأ النهاردة ونتكلم ونقول افريقيا تحت سيطرة العرب. مليون مبروك لنادي الزمالك النهاردة، انتصاره في غانا على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، ولكن كان في أخطاء في دفاعات الزمالك النهاردة. شوارع كانت مفتوحة في دفاعات الزمالك، ولولا تألق محمد عواد كان ممكن النهاردة نشوف المباراة بنتيجة تانية. هل بقى ده بسبب سوء الأرضية؟ هل ده بسبب ان كان فيه هناك رطوبه عاليه؟ ايا كان، ولكن دفاع الزمالك النهارده ما عجبنيش خالص. ولكن الف مليون مبروك للزمالك وصوله لنهائي الكونفدراليه. انت عندك اكبر بطولتين في افريقيا، العوده هيكونوا على ارضك في القاهره، اياب نهائي الكونفدراليه هيكون 19 مايو على استاد القاهره، واياب دوري ابطال افريقيا هيكون على استاد القاهره يوم 25 مايو. كل التوفيق للاهلي والزمالك ان شاء الله. الحاجة التانية عايزين نتكلم فيها وهي خناقة في الدوري المصري. مباراة النهارده ما بين المقاولين سموحة كسبانة 1-0. الحكم حسب 7 دقايق وقت بدل ضايع. يبدأ المقاولين يهاجم آخر دقايق في المباراة، بقى خلاص ال7 دقايق انتهوا. ضربة ركنية للمقاولين، دخلنا في الدقيقة 98. ضربة ركنية للمقاولين، دخلنا في الدقيقه 99. الحكم عايز يصفر، والكابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه قاعد بتنرفز على الخط، يا جماعه الوقت خلص. ولكن الحكم ما ينفعش يصفر، فطالما ضربه ركنيه هو الحكم مستني ان الحارس يمسكها تطلع الدفاعي يطلعها نص الملعب وكان هيصفر. ولكن الكوره كل شويه بتطلع ضربه ركنيه. واخر ضربه ركنيه للمقاولين في الدقيقه 99، محمد سالم مهاجم المقاولين وقع في منطقه جزاء سموحه، والفار استدعى الحكم اللي لابس نظاره رافع الرايه، الحكم رايح له، قام الحكم رجع وحسبها ضربه جزاء. هنا بقى لعيبه سموحه اعترضت، والكابتن احمد سامي اعترض ان اصلا الوقت المباراه خلص خلاص، بيلم الشنط، فعلا بيلم الشنط الكابتن احمد سامي وخلاص مروح. لعيبه المقاولين ردت فيهم الروح، والكابتن معتمد جمال المدير الفني للمقاولين قال بس هي الكره دي ان شاء الله هطلع بتعادل. دخل لاعب من المقاولين شاط الكوره، ولكن حارس المرمى صدها ترتد لمحمد سالم علشان يجيبها جون. تخيلوا معايا الدراما اللي انا بحكيها لكم دي في الملعب، احتفالات وجاريه وفرحه جنونيه. الفار ثانيه واحده، الفار يقوم مكلم الحكم، يا سيد يا جوني، يا عم الحكم تعالى يا باشا بص على اللعبه، في ايه تاني؟ في الماتش ده، ما عايزين نروح بيوتنا بقى. عايزين ولعت يخرب بيوتكم. يروح للفار يبص على الكوره يلاقي محمد سالم اوف سايد، طيب فيرجع يلغي الجول، فتبقى النتيجه 1-0 لسموحه تاني. فجاه المقاولين دلوقتي لقى نفسه بقى خسران. دراما كرويه مثيره جدا 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 في اخر لحظات المباراه. كان بيجروا من الملعب وسابوا الماتش. خناقات من معتمد جمال، والامن نزل علشان يحمي الحكم. هارد لك للكابتن معتمد جمال، انا عذره طبعا في ردة فعله دي، ردة فعل تلقائيه يا جماعه. بصوا المشاعر رايحه وجايه ازاي. فدراما كرويه مثيره جدا جدا. ثانيه واحده بس كده، تعالى بس، تعالى هقول لك حاجه واحده بس. هتلاقي في زرار كده عامل كده، دوس عليه هتلاقيه يزرق، ما تتخضش، لايك واشتراك في القناه. الموضوع اللي معانا بعد كده موضوع تفاصيل ازمه محمد صلاح. امبارح طبعا كنت اتكلمت في موضوع محمد صلاح، ولكن التفاصيل كلها جبتها لكم النهارده. الموضوع يا جماعه ان محمد صلاح بقاله فتره في ليفربول ومع يورجن كلوب بالتحديد في حاجات بتحصل. هو صلاح صرح وقال انا لو اتكلمت الدنيا هتولع ومش هتسكت خالص، الدنيا هتولع. ده تصريح محمد صلاح. فيا ترى في ايه يا صلاح انت مخبيه او مش عايز تحكيه وهيولع الاعلام بالشكل ده؟ ولكن التفاصيل باختصار ان ماتش ليفربول وويست هام الدقيقه 30 من الشوط الاول، يورجن كلوب قال لصلاح قوم سخن ابدا عمليات الاحماء، فصلاح قام يسخن. بعد كده يورجن كلوب قال له اقعد مش هنزلك، صلاح قعد. رجعوا بين الشوطين، قال لمحمد صلاح قوم سخن يا صلاح، فصلاح سخن. هوب صلاح لا مش هنزلك اقعد. جت الدقيقه 77، يورجن كلوب نده على صلاح واثنين تانيين من لعيبه ليفربول استدعاهم علشان ينزلوا ارضيه الملعب. هنا صلاح اتخنق، يعني انت كل شويه اقوم اسخن اقعد، اقوم اسخن اقعد، اقوم اسخن اقعد. واصلا في بقى حاجات واضح ان الموضوع يعني في تراكمات ما بين صلاح ويورجن كلوب، في تراكمات. هل بقى بسبب انتقال صلاح للسعوديه، العروض اللي بتيجي لصلاح،
هل في ازمات ما بينهم؟ دي بقى الصراحه احنا ما نعرفهاش. صلاح مخنوق، صلاح مخنوق فعلا. فيورجن كلوب برضو ما ينفعش، ده المدرب بتاعك وقدام الناس. فبداوا الاثنين، ده بقى يزعق لده وده يتكلم لده وده يقوم مش عارف ايه، لحد ما بدات كمان اللعيبه تهدي محمد صلاح، لان واضح ان محمد صلاح انفعل جدا 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 وقال كلام ما ينفعش يتقال. فبدات اللعيبه تشد محمد صلاح. ومعايا كمان صوره لمدرب ويست هام وهو بيهزر مع محمد صلاح وبيزغزغه، بيقول لك ايه، ما تفكك من ليفربول ويورجن كلوب وتعالى معايا وربنا لا لاعبك ال 90 دقيقه، ما فيش نجم غيرك في الفريق عندي. فطبعا دي باختصار قصه تفاصيل او ازمه محمد صلاح ويورجن كلوب. طبعا نهايه سيئه جدا، يورجن كلوب خلاص مش مكمل مع ليفربول. ليفربول طبعا بعد عن المنافسات الموسم ده، ونهايه سيئه جدا جدا يعني ليفربول ويورجن كلوب. ولكن تصريحات في انجلترا للاعلاميين هناك والمحللين وحتى لعيبه الكره الكبار بيتكلموا في حته ان محمد صلاح نجم كبير واسطوره، انت بتنزله في اخر 12 دقيقه ولا 11 دقيقه من المباراه هيعمل لك ايه؟ وكمان النتيجه كانت 2-1 وصلاح واقف على الخط وبيشدوا الاثنين مع بعض كده، ويست هام احرز التعادل. فالدنيا اتكهربت اكتر وصلاح بقى مش طايق نفسه اكتر. لو انت منزلني، انت بتحرجني قدام الجمهور يعني انت منزلني خلاص، هعمل لك ايه في اخر 11 دقيقه من الماتش؟ فهنشوف وهنتابع طبعا تطورات الموقف، واي حاجه هوصل لها او اي معلومه هكون متاكد منها هاجي مع حضراتكم واقولها باذن الله. الموضوع الاخير معانا في حلقه النهارده وهو معلول مكمل ولا ماشي. احنا سامعين بقى في الفترات الاخيره معلول هيجدد، لا معلول مش هيجدد، لا معلول هيطلع الخليج، معلول طالب بعقده بالدولار، لا ده هيديله عقده بالجنيه. تفاصيل كتير وكلام كتير بيتقال. ولكن انا عايز اطمنك انت يا مشجع يا اهلاوي، ايوه انت، عايز اطمنك ان بنسبه كبيره باذن الله باذن الله معلول هيجدد مع النادي الاهلي ومش هيمشي. لان معلول طبعا هو يعني عشق لجماهير النادي الاهلي. ومعلول ما شاء الله عليه في الاهلي بقاله 8 سنين يا جماعه، وبيلعب بروح واداء يعني لا لاعب عظيم ولاعب كبير. واعتقد ان حتى مع نهايه مسيرته في كره القدم اكيد لازم الاهلي يعني يشوف اي حاجه. علي معلول ده ما ينفعش يمشي من مصر من الاخر. علي معلول ده خلاص احنا كده نعتبره ابننا ونعتبره مصري وخلاص بقى. علي معلول ما ينفعش يمشي من النادي الاهلي حتى بعد اعتزال كره القدم. يعني سيبك بقى من التجديد وعدم التجديد، لا معلول لو بطل كوره يفضل في النادي الاهلي بقى. ده كلام جماهير النادي الاهلي. وكده خلصت مواضيعنا النهارده، واتمنى اشوفكم دايما في افضل صحه وافضل حال. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتتابعوا فيديوهاتنا اول باول. شكرا ليكم، سلام عليكم.